28 من فبراير سنة 2026. في هذا التاريخ بالضبط رسميا ينتهي صراع الصحراء، ينتصر المغرب وتسقط البوليساريو. قد تقول مستحيل، كيف ينتهي صراع دام نصف قرن بهذه السرعة؟ لكن ما لا تعرفه أن نهاية هذا الصراع لم تبدأ في الصحراء، بل بدأت على بعد آلاف الكيلومترات في قلب الصراع بين إسرائيل، أمريكا وإيران. القصة أخطر مما تتخيل. اسمعني جيدا، إذا سقط النظام الإيراني اليوم فهناك دولة واحدة ستحتفل أكثر من الولايات المتحدة نفسها. نعم، إنها المغرب. ما لا يقوله لك الإعلام هو أن إيران لم تكن يوما مجرد متفرج في نزاع الصحراء، بل كانت أحد أخطر اللاعبين في الخفاء. في الثمانينات، بينما كانت المنطقة تنظر للنزاع بين المغرب والبوليساريو كصراع حدودي، كانت إيران تنظر إليه كفرصة ذهبية لضرب النفوذ الغربي والعربي في شمال أفريقيا. تقارير عديدة تحدثت عن دعم سياسي، أيديولوجي وحتى دوتلوجستي لجماعات مرتبطة بالبوليساريو. فالجزائر كانت تعتبر إيران حليف مصلحة في معادلة توازن القوى. بمعنى آخر، كلما اشتعلت المنطقة كلما استفاد خصوم المغرب. هنا ظهر التحول الكبير، التحالف الذي غير ميزان القوى. توقيع المغرب لاتفاقات إبراهيم مع إسرائيل بدعم مباشر من الولايات المتحدة لم يكن مجرد خطوة دبلوماسية، لقد كانت رسالة واضحة. من اليوم من يفكر في ضرب مصالح المغرب سيتعامل مع شبكة حلفاء من كبار لاعبي المنطقة. وهنا بدأ الضغط الحقيقي على إيران. في 28 من فبراير 2026، وفي اللحظة التي كان العالم منشغلا بالحرب في غزة، جاء الخبر الذي هز المنطقة كلها: سقوط المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي. فجأة القوة التي كانت تتدخل في 4 دول عربية وتدعم حركات مسلحة وتستغل ملف الصحراء للضغط السياسي تفقد رأسها. بسقوط خامنئي، إيران لم تخسر رجلا فقط، خسرت عقيدة كاملة كانت تدفعها للتوسع، للتمويل السري، ولدعم جماعات انفصالية في المغرب العربي. في الشارع الإيراني سيظهر صراع على الخلافة، في السياسة الإيرانية سيحدث انقسام، وفي الخارج فراغ هائل يبتلع نفوذ طهران. وهنا يظهر أكبر رابح، نعم إنه المغرب. ولذلك عندما نصل اليوم إلى 28 من فبراير 2026 وتسمع أن ملف الصحراء قد حسم رسميا، تذكر هذا جيدا: الانتصار لم يصنع فقط في العيون أو الرباط، بل صنع في طهران يوم سقط خامنئي، وسقط معه مشروع كان يعارض المغرب منذ عقود. السؤال الآن، بعد سقوط خامنئي، هل ستنهار بقية الشبكات التي كانت تدعم البوليساريو؟ وهل نحن أمام إعادة رسم كاملة لخارطة شمال إفريقيا؟